السلام عليكم الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا نهار جديد وروتين جديد نبداه معكم ان شاء الله. بديت معكم من الصباح، ديت البنيات المدرسه ورجعت وقلت علاش لا لي ما نخملش اليوم هذا السيجور، بما اني ما صبحش ليا الشقه بزاف. قلت ارى نبدا به هو الاول، نضرب له هكا واحد التخميله، واحد تنظيف عميق، شويه نمسح الكنابيات، نسيقو. ايوا هكا مره مره كندور بكل قنيات في الدار باش ما كيتجمعش عليا الشقه وكنغلب عليه. راكم عارفين اللي يدها بوحدها في الدار وما كاينش العوين والوليدات الصغار، يعني راه ضروري خصها تلقى راسها مخرج، يعني ضروري تنظم الوقيت ديالها وتحيد الشقه ديالها بشويه عليها كل مره شويه، باش هكا ما كتتعبش وفي نفس الوقت يعني كتبقى غدا الامور ديالها مزيانه والدويره ديالها نقيه، ويعني ملمه بجميع النواحي. هنايا كما شفتوا معايا هزيت الزربيه، راني طلعتها للسطح، درت لها واحد النفضه وحطيتها تشمس شي شويه، واخا ما كاينش اليوم الشمس بزاف، واخا هكا كيضربها غير الغربي وتحيد منها ريحه الدار وداكشي. هنا دزت الكنابيات كنشطبهم بهاد الشطيطيبه هادي، الصراحه اللي عنده لاسبيراتور راها نافعه، حتى انا راه باغا ناخدها وكنفكر ناخدها ان شاء الله، لانها مهمه بزاف في الدار، سيرتو هكا اللي عنده وليدات ازماتيك واللي عندهم الحساسيه وداكشي، هي مهمه للدار. المهم هنا جيت نشارك معكم واحد الخلطه الغريبه العجيبه السهله والبسيطه اللي ما فيها حتى حاجه وبدون تعقيدات، اللي كنظف بها الكنابيات من البقع، من البقع ديال ستيلو، من البقع ديال الاكل، ساهله مهله. انا كناخذ تقريبا واحد الربع كاس ديال الخل عادي، كندير هنايا منظف الملابس، تقدروا ديروا اي حاجه، زيوت عطريه، منظف كتفضلوه نتوما، اي حاجه غير للتعطير. وهذا المنظف هذا بالذات البنات راه تيشبط هكا في الحوايج، كيشبط فيهم، وكتير لا درتيه بحال هكا في المنظف ولا هادي عرفتي كتبقى الريحه في الدار غزاله. وهذا كذلك نضيفوا ليه هذا ا بي سي اللي كنت شاركته معكم، حتى هو كتضيف ربع كاس ديالو، غير ربع كاس، وتقدروا ديروا اي منظف عندكم كتشوفوه فعال، ماشي بالخصوص هذا، يعني يكون شي منظف فعال واللي ما يكونش يعني بحال فيه الكلور يقدر يطبع لكم الطلامطه ولا شي حاجه. المهم تكونوا متاكدين منه انه ما كيطبعش. وكنعمر عليه الماء تقريبا هاد القريعه تلفع بالماء، وغادي ندوز نوريكم كيفاش كيزول الطبايع. هانتوما كتشوفوا هنايا الطبايع ديال الاكل، طبايع الستيلو، الفوتر، كلشي اي حاجه زعما كانت عندكم في الكنابيات راه غادي يحيدها باذن الله. كتاخذوا غير طورشون هكا يكون ناشف، ما تاخذوش يكون فازك باش ما يزيدش يفزك لكم تلميط وهكا ما ينشفش دغيا. ياخذوه غير ناشف، وناشف كيعاون على الحكان، ماشي بخلاف انه يكون فازك. وصافي حبيباتي كتبقاو دوزوا عليه كامل بحال هكا. فيما كانت عندكم شي طبيعه ندوزو ليها رشو، بحال الا كانت الطبيعه شويه قاصحه بحال هنايا الفتر يعني كديري رشه وجوج وثلاثه باش هكا كيتغلغل داكشي في الاخر وكيحيد باذن الله. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه ساهل ودغيا كيدوز وزوين. انا هاد القريعه مخليها عندي تقريبا نقدر ندوز عليهم كل مره تبان ليا هكا طبيعه مع الوليدات الصغار، راكم عارفين يكون في يدهم الاكل بيمو شي حاجه يعني كيقيسوا البلايص. صافي كندوز كنحيدها، ما كنخليش الطبايع حتى يكثروا ويوليو ما نجبر منين ندوز ليهم ويوليو معقدين. طبايع خفاف يعني اللي كيكونوا باقين جداد راه دغيا كيحيدوا بسهوله. وصافي الحبيبات ديالي هانتوما كتشوفوا الطبايع تبارك الله كما قلت لكم كيحيدوا دغيا، والتلميطه كترجع كتبري بحال ما فيها والو، والريحه ديالها غزاله. هذاك المعطر الملابس البنات والله العظيم الا راه فن. انا راه كنسيق به، كنعطر به بحال هكا، كنمسح به كل شيء، عرفتي راه كيخلي الرويحه كتحمق. كنشري الحاجه كنخرج منها كنخرج منها الحنطل، عرفتي راه كتكون ديال واحد الحاجه معينه، مثلا هذا ديال معطر الملابس انا راه كندوزو على الدار كامله.
المهم فلوسو كيمشيو حلال. كما قلت لكم البنات، هانتوما شفتوا الطبايع ديال ستيلو، يعني كيحيدوا بسهوله جدا، يعني ما تبقايش معصبه راسك مع الوليدات. شرطوا ليا هنا، داروا هنا، صافي ملي ساليو تنوضي انت تجمعي دويرتك، صافي راه كتحيديهم بسهوله وما كتعذبيش فيهم بزاف. وكما كتشوفوا معايا يعني ما كنخلي حتى قنيت في الكنابي، كامل كندوز عليه وصافي. هذا مكان يعني تنظيف اللي خفيف وفي نفس الوقت عميق وما كيديش مني الوقت بزاف. انا نقول لكم خدم مني واحد 2 سوايع بالتصوير، حيتاش كنصور راكم عارفين مع التصوير حبس هنا دير هنا دير هنا، داكشي علاش. اما هو راه دغيا فرمشت عين كتسالي عليك هذا الروتين وتبدا شقاك العادي. وهنايا هذا هو الكنز اللي لقيت تحت الكنابيات. شفتوا الكنز اللي لقيت؟ ما شاء الله. شتي راه واخا تخملي كل سيمانه تلقاي داكشي تحت الكنابي. ايوا نحيدو شي فين يجي شي وصافي. ايوا هذا مكان كنشطب بحال هكا، كنقي كنحيد اي حاجه بانت ليا. هنايا البنات عندي هاد الصابون البلدي، صافي بدا بحال خفاف بزاف وانا نحيدو. قلت ارا نصيق به بلا ما نجبد الصابون البلدي جديد، وصيقت به. هنايا البنات الصابون البلدي راه ما نقول لكمش عليه، راه خطير للتصياق، كيرجع الزليج، كيلمع، كيشقشق. واللي كتعجبها هكا ريحه الصابون البلدي وريحه جافيل وريحه النقا، راه غادي يعجبها 100%. المهم هكا كتفركي مزيان. المهم انا راه على حسب الكاميرا كنتشوفوني كندوز هاد التدويزه، انا راه كنتحمدش عليه مزيان. كنفرك مزيان مزيان. ايوا كامل اللي كنحيد داك الصابون البلدي كامل كندوز على الدار كامله. راه دوزت على السيجور وعلى الكولوار على الكوزينه كامله فركتها هنا باش ما تبقاش ديك الريحه د الصابون البلدي قويه. كندير داك المعطر العجيب اللي هضرت لكم عليه، اللي هي المعطر ديال الملابس، وكنكرط به وكنسيق به الدار. الرويحه يا سلام. كما كتشوفوا انا هبطت السربيه ديالي، الدار كتولي نقيه، كتهوى، كدير يعني. راه ما كاينش بحال الروتينات اللي كيكونوا معتادين يعني دوريين كديروهم. هنا البنات كما كتشوفوا عندي ديك البليصه، تقولوا لي كيفاش مختلفه على الكنابيات. هذاك واحد الطريف ديال السداري ديال الصالون ديالي، كان شاط ليا منه تقريبا فيه شي مترو، وبسخيتش به. راكم عارفين العود بشحال كيتقام، وهذه بالبونج ديالو بكل شيء ما سخيتش به. بقى كيدور ليا في الدار، قلت ارا نديرو في ديك البليصه. ملي درتو عجبني، عطى مساحه للسيجور، زاد لي في المساحه يعني جا زوين. قلت ان شاء الله هكا ربي يجيب رزيق ونمشي عند الطابيسيه عاوتاني يعاود يصاوبوا لي بحال الكنابيات اللي عندي وهذا مكان. المهم بغيت غير نشرح لكم وصافي. وهنا دزت ندير الغدا ديالي، بما انه ما بقاش الحال دابا راه شي 11 والزايد، يعني راه ما بقاش ليا الحال على وقت المدرسه. فاللي كيوجد خفه زربان هو الطويجين. درت انا طويجين بالدجاج وبالجلبانه والبطاطا كما كتشوفوا بحال هكا. رديته دغيا دغيا يطيب، ودزت نصاوب واحد شليضات ساهلين خفافين. هنايا شويه د الخس، مطيشه، البصله، شلاضه عاديه بسيطه جدا. هنا درت شويه ديال البربه وخيزو. هنا هادو راه كنت كنسلقهم ملي كنت كندير التنظيف ديالي. هنا البنات باش تسلقوا البربه وخيزو في نفس الوقت، وخيزو ما يوليش لكم حمر، لان كما كتعرفوا البربه كتطلق في الماء وداكشي. هنا كندير الخيزو اولا البطاطا اولا اي حاجه درتوهم يتسلقوا مع بعضياتهم، كنديرهم في بلاستيك. بلاستيك كتكون غذائيه مزيانه، يعني ماشي دوك البلاستيك الملون، بلاستيكه بيضه كديريها وتزيري عليها مزيان، وتحيدي الزوائد ديال البلاستيك اللي كيكونوا زايدين وتلوحيها معاهم تسلق. فكيتسلقوا في نفس الوقت مع بعضياتهم، وكل حاجه كتبقى محافظه على اللون ديالها، ما كيوليوش كلهم حمرين. صافي كما كتشوفوا معايا هكا واحد شليضات اللي خفافين وبساطين. وغديوه كتوجد يعني هاد الغديوات هادو ديال اللي كيكون عندك النهار هكا عامر فيه الشقه فيه هذا، فكديري غديوات خفه نزربن. دغيا دغيا كيوجدوا.
وهذا ما كان البنات. المهم هو انني بغيت نشارك معكم هذا الروتين هذا، ولفت عليكم ولفت نشارك معكم روتيناتي. طويجين كما كتشوفوا هو كيغني ما شاء الله كيبقبق. انا غادا ندير لهم واحد العصير كيجي غزال والله العظيم، كيجي بحال داناب. المهم هنايا فيه المندرين، حاولوا انكم تحيدوا لديك الخيوط الزايدين، وهذه مع المندرين راه ما كيكونش القشره ديالها يعني ديك الجلفه ديالها ما كتكونش غليظه ماشي بحال الليمون. وجوج بنانات وكاس الحليب وكاس الماء. كاينه اللي يطحنوا غير بالماء، انا كنفضل داك الكاس الحليب ما كيخليش يبان لك داك الطعم ديال الماء في العصير، فهمتوني؟ اولا تقدروا ديروا حتى دانون وكطحنوهم. وهنا الاهم هو انك تطحنيه مزيان، يعني تخليها تطحن مزيان باش ما كيبقاوش فيها داك ديال القشور ديال المندرين ما كيبقاوش. وكما كتشوفوا معايا نتوما نعنكم قدامكم باش يبان لكم راه ما كاين لا قشور المندرين لا حتى حاجه، كيولي عصير من داك الشيء الرفيع. وكتحليو يا اما بسكر يا اما بعسل. انا درت هنا 3 المعالق ديال السكر، وانتم تقدروا تحليو باش ما بغيتو، والحلاوه كتبقى اختياريه لكم. ايوا حبيباتي، هذا هو الغديوه ديالي كما كتشوفوا، سهله وبسيطه وبنينه والله العظيم. والعصير حتى هو جا بنين وزوين. وكنتمنى ان الروتين ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا توانستوا معايا شويه. ولي اول مره كتشرفني وكتشوف القناه ديالي كنقول لها مرحبا والف مرحبا. كنتمنى ان القناه ديالي تكون عجباتك وديري لي اشتراك ولايك باش هكا نبقاو توانسوا مع بعضياتنا. ونقول لكم بسلام عليكم، تلقاو فيديو جاي ان شاء الله.